أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي. وحشيني كتير. هنحل النهاردة من كتاب المعاصر في قاعدة الماضي البسيط المنهج الجديد، وأتمنى أن تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وده فضلا وليس أمرا، عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. تعالى نبدأ في أول سؤال. أول سؤال بيقول A week ago نقط I an apple tree in my garden. يعني بيقول الأسبوع اللي فات أنا نقط شجرة تفاح في حديقتي. عايز أقول اتزرعت. تمام. طبعا عندك ago week يعني دي بتدل على الماضي البسيط، إن ago بتيجي في آخر الجملة وقبلها مدة فترة زمنية. تمام. يبقى انا عايز اخد ماضي بسيط مبني للمعلوم فاعل، وهاخد الفعل والمفعول التري، يبقى بلانت بكل بساطة. هنا هاف مش هتنفع مضارع، هات هنا برضه هات والتصريف ماضي تام مش عايزينه، مضارع برضه مش عايزينه. تمام. السؤال التاني هي نفس الجملة برضه a week ago، بس هنا قال لك ايه an apple tree شجرة التفاح في الحديقة. بص معايا، بدأ لك في أول الجملة بغير عاقل، يبقى الجملة مبنية للمجهول. هي شجرة التفاح دي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى الجملة مبنية للمجهول، يبقى أنا عايز ماضي بسيط مبني للمجهول بيتكون من was وwere والتصريف التالت. was وwere والتصريف التالت. تمام. الشجرة عندي was بلانت وwere بلانت، was بلانت وwere بلانت. هاخد اي واحدة فيهم. اسأل الشجرة دي لو محطوط لها كان كنت خدت were، اما هنا مفرد شجرة التفاح مفرد، يبقى هاخد was بلعنة يعني بسرعة. تمام. رقم 3 زي النقط their element yesterday. yesterday كلمة بتدل على الماضي، يبقى هنا ده مضارع غلط. مضارع غلط. معايا دي طبعا yesterday باخد معاها didn't والمصدر، يعني معناها ان هما لم يطعموا الحيوانات. didn't feed. تمام. نفس الجملة رقم 4 بتقولك ايه their animals yesterday. بص their elements هما الحيوانات. عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. الجملة رقم 3 كان زي عاقل، فهنا في رقم 4 غير عاقل وجايب لي yesterday، يبقى انا عايز اخد ماضي بسيط مبني للمجهول بيتكون من was وwere والتصريف التالت. تمام. was وwere والتصريف التالت، يبقى هي ما عنديش غيرها weren't fed، يعني الحيوانات لم تطعم بالامس. تمام. اخر جملة بتقول لك احمد read an interesting story، يعني احمد قرأ قصة امبارح. اعطيك every day دي بتاعت المضارع، ago دي بتاعت الماضي بس عايز قبلها فترة زمنية، مفيش فترة زمنية قبليها. now دي مضارع. the other day دي بتساوي yesterday، دي بتساوي yesterday. تمام. انا فاضل معايا يبقى دي غلط خلاص، ودي مفيش مدة زمنية فغلط. معايا every day و the other day، هاخد فيهم. تعال بص معايا على الفعل read. فعل read بمعنى قرأ. هتقول لي يا مستر ما هما التلاتة شبه بعض، التصريف الأول هو التاني هو التالت. هقول لك تمام صح. هو لو عايز التصريف التاني هنا أحمد، هي أحمد ده صح، كان حط لك كده، كان حط لك ليها اس، كان حط كده اس. تمام. يعني كان خلاها ريد، وبالتالي بدال كده كان حط لها اس، فكده كانت هتبقى مضارع. ودي قاعدة ثبتها على كل الافعال اللي شبه بعض، التصريف الاول زي التاني زي التالت. تمام. فهو لو مضارع هنا كان حط لها اس، فبدل هنا مفيش اس يبقى هي هنا ماضي. تمام. يبقى هنا ماضي، يبقى انا هاخد اللي هي the other day اللي هي بتساوي yesterday. تمام. ودي غلط عشان مضارع. تمام. تعالوا ندخل على التدريب التاني، التست التاني. التست التاني بيقول لك ايه حسن نقط at school yesterday. yesterday ماضي. عندك doesn't ده مضارع غلط.
isn't ده مضارع غلط. عندك wasn't ماشي، وعندك didn't be. قاعدة معايا احفظها، ان didn't be ما فيش صيغة في الانجليزي اسمها didn't be، ما ينفعش اقول didn't be ولا في السؤال ولا في النفي، فدي صيغة غلط تماما. يبقى انا هاخد wasn't على طول. وبطريقة تاني، انت عندك wasn't بيجي بعدها حرف جر، wasn't بيجي بعدها حرف جر او صفة. تمام. يبقى didn't be دي غلط، صيغة غلط، مفيش. تمام. السؤال رقم 2، at school yesterday. yesterday تمام، امبارح. تمام. did هنا دي ماشي. عندك did حسن بي، قلت لك لسه مفيش حاجة اسمها did وبي، غلط زي اللي فوق، غلط. تمام. هاد حسن، هاد حسن ماشي، بس هنا عايز التصريف التالت. هاد، هاف وهاز وهاد دايما عايزين البي بي التصريف التالت. تمام. did حسن هاف. تمام. تمام. بص معايا، لقيت هنا حرف جر. تمام. بدل لقيت حرف جر فكر في ووز او وير زي اللي فوق. انا قلت لك في اللي فوق في ات، فعشان كده خدت ووزن. هنا في حرف جر، فانا هنا هاخد يا ووز يا وير. طبعا انا هنا عنديش غير ووز حسن ات سكول يسترداي. تمام. تمام. لو مفيش حرف جر كنا خدنا الاختيار دي. تمام. السؤال رقم 3 بيقول ايه؟ بيقول where نقط yesterday. تمام، امبارح. ده سؤال. did حسن قلنا دي غلط، مفيش حاجة اسمها verb to، غلط خلاص. هنا ماضي، ده مضارع، does دي مضارع، فغلط برضه. عندك where حسن ماشي، وعندك was حسن. طبعا حسن ده بيساوي هي، وهي مفرد، يبقى ما هاخدش معاه where، يبقى دي where غلط. تمام. يبقى هاخد was حسن. يبقى where was حسن yesterday. تمام. تمام. سؤال رقم 4، I got lunch at home yesterday. عندك yesterday برضه بتدل على الماضي. haven't غلط وعايزة تصريف تالت أصلا. don't ده مضارع برضه غلط، يبقى معايا didn't have أو had. طبعا عندك لسه جايبينها إن hadn't عايزة التصريف التالت اللي هو البي بي، يبقى هنا مفيش تصريف تالت، يبقى أنا هاخد had. هاخد didn't have. I didn't have lunch at home yesterday. تمام. سؤال رقم 5، ماشي. هنا lunch at home yesterday ماضي. هنا سؤال، خد بالك ان هنا عضيف did had you عايزة تصريف تالت، مفيش تصريف تالت، يبقى غلط. did you have ماشي. you had دي جملة مش سؤال. do هنا ده ماضي وده مضارع، يبقى غلط. ودي جملة غلط، يبقى هاخد did you have. did you have. تمام. تمام. did you have. تمام. تعالوا ننتقل على التست التاني اللي بعده، تست رقم 3 والأخير. بيقول لك if we نقط by this والاختصار دي ده اختصار would. الاختصار ده اختصار would، اختصار الدي ده ماشي. يبقى we would swimming every day. تمام. عندك if وعندك would والمصدر، ودي قاعدة حالة اف التانية. يبقى حالة اف بتقول اف ماضي بسيط would والمصدر، يبقى انا عايز left. تمام. هتيجي تقول لي مثلا يا مستر ما انا في اختصار دي برضي لهات، وانا هعرفها ازاي؟ بص، would لازم يجي بعدها المصدر. يعني شوف هنا هاد اختصار الدي يجي بعدها المصدر، اما لو اختصار هاد كان جه بعدها التصريف التالت. يعني كان هيكتبها كده done، فدي كانت هتبقى هاد عشان جه بعدها التصريف التالت. تمام. تمام. دي للإيضاح. تمام. السؤال رقم 2، when I was a student I got up early. يعني بيقولك لما كنت صغير، لما كنت طالب أنا بصحى بدري. دي طبعا بتدل على الماضي، جملة بتدل على الماضي. تمام. عندك جد مضارع. used to getting، احنا قلنا بعد used to يجي المصدر مش ing، غلط. was used to get، لا احنا قلنا بعد was او were
او become او grow او get يجي بعديهم used to بس بعديهم ing، يبقى دي غلط مش مصدر. was used to get، ايوه هي دي الصح، عشان انا لسه جايلك ان was او were سواء في الماضي او am و is و are والافعال become و get و grow يجي بعدهم used to وبعدين الفعل مضاف له ing. اخر سؤال معانا بيقول لك go for a walk every week. تمام. هنا هنقوله was he used to، لا غلط دي، لا مفيش صيغة بالشكل ده. وهي used to ده جملة عادية، وانا هنا سؤال. تمام. تمام. did did he use، دي صح بس ناقصة to، هاخد دي اللي هي did he use to عشان بعد did بيجي الفعل في المصدر. تمام. تعال ننتقل على الأسئلة دي. يلا بسم الله. أول سؤال معانا I know prior 3 exams 2 months ago. عندك 2 months ago، قلت لك لما تشوف ago قبلها مدة فخلاص هاخد ماضي بسيط. تمام. يبقى هاخد توك على طول. تمام. صلاح نقط ليفربول and win player of the year award. يعني صلاح انضم لليفربول وكسب، عندك هنا ماضي كسب افضل لاعب، يعني جائزة افضل لاعب. تمام. عندك صلاح فخلاص انا هاخد عايز الفعل يعني ينضم، يبقى هاخدها ماضي بسيط عادي. هنا ده ماضي بسيط للمجهول غلط، هنا مضارع، هنا الماضي المستمر وده هناخدوه في الفيديو الجاي بإذن الله. تمام. بيقولك I know what have many friends at my first school. تمام. عندك هنا بيقولك أنا نقط عندي أصدقاء في المدرسة الأولية أو في مدرستي الأولى، يعني بيتكلم عن الماضي. تمام. doesn't غلط مضارع. تمام. don't غلط مضارع. عندك didn't وعندك never. تمام. هاخد أي واحدة فيهم؟ طبعا انا هاخد، بص معايا على هاف ده مصدر يبقى didn't بتاخد المصدر. هتقول لي never، لا never بتاخد التصريف التاني، يعني لو كانت هاد كنت خدتها، بتاخد التصريف التاني من الفعل. تمام. السؤال التاني بيقول لك اي نقط الله، هي نفس الفكرة اللي قلتها هاد مين برضه نفس الجملة. هنا جاء التصريف التاني اللي هو هاد، فهنا هاخد نيفر على طول، مش هينفع اخد didn't عشان مفيش هنا مصدر. تمام. سؤال رقم 5 رودينا didn't نقط ذا فون ران، يعني الموبايل ما سمعتهوش لما رن. تمام. عندك didn't بكل بساطة يجي بعدها ايه؟ الفعل في المصدر، مش بالاي دي تصريف تالت ولا اي جي ولا هنا مضارع، فده غلط. تمام. رقم 6 did سلمى ما نقط مام with the homework تمام. عندك هنا سؤال خد بالك، عندك did سؤال بمعنى هل، did فاعل مصدر، did فاعل مصدر، اي واحدة فيهم مصدر help. تمام بطريقة سهلة. ماشي. What نقط كريم do when he cut his finger، يعني ايه اللي عمله كريم لما اتقطع صابعه. تمام. عندك بص معايا في الفكرة، هنا سؤال، بص انا عايز اعرف الجملة دي ماضي مضارع ايه شكلها. خد بالك من cut، نفس فكرة read. انت هنا عندك cut ماضي، لو كان عايزها مضارع كان هيحط لها اس، ودي نفس القاعدة بتاعت الفعل read. تمام. فهنا ماضي، فخلاص بدل ماضي يبقى انا هاخد ده مضارع غلط غلط، يبقى did وفاعل ومصدر هنا ماضي. تمام. سؤال رقم 8 why did رحمة look tired when she نقط the door. تمام. ده سؤال. تمام. هنا طبعا جايب لك did، يبقى لازم اخد ماضي، فهنا مضارع عشان فيها اس فغلط.
مبني للمجهول، لا ده مبنية للمعلوم، فاعل وهحط الفعل المفروض ما فيش اي حاجة. اي ان جي غلط، يبقى هيت برضه نفس فعل كات. نفس فعل كات بمعنى ان رحمة صرخت عشان تفتح الباب يعني واتألمت يعني. تمام. باردي نفس القاعدة بتاعت ران وكات وريد. تمام. السؤال رقم 9. السؤال رقم 9. نقاط واليسترداي. عندك يسترداي طبعا ماضي. تمام. هنا ماشي، فهنا ده مضارع غلط. تمام، يبقى دي استبعدناها خلاص. فاضل معايا، بص معايا، عندك خد بالك ان في علامة تعجب اسمها اكسلاميشن مارك، يعني علامة التعجب. علامة التعجب دي بص، عندك did you play عايزة علامة question mark، سؤال، بتسأل. هل هنا سؤال؟ لا. how did you play برضه عايزة علامة سؤال question، بسأل هل كيف لعبت امبارح، فهنا سؤال. بدل في تعجب يبقى انا هسأل بيو بلاي، وهنا جملة عادية. بدل اللي جبت تعجب يبقى هنا جملة عادية ما فيهاش اي كلام. تمام. اللي بعده سؤال رقم 10. بيقول لك يو نقط yesterday ماضي، يبقى عندك دو غلط. تمام. هنا هل رقم بي تنفع؟ لا، خد بالك ان هنا عاطيني ايه، علامة تعجب، فهنا ما ينفعش اخدها، يبقى برضه رقم بي غلط. هنا عندك did you play وعندك how did you play. بص، انا مش هاخد دي لسبب، وهاخد did you play ليه؟ عشان هنا بتسأل كيف، انا عايز اقول له سؤال بهل. سؤال بهل، هل انت لعبت بطريقة جيدة امبارح؟ بس. اما هنا هاجي اقول له كيف لعبت بطريقة جيدة، لا، هنا كيف بدل سألت بيها يبقى لازم في إجابة. بدل سألت بكيف يبقى لازم هيديني إجابة. يعني لما أقول لك كيف لعبت، هروح بعدين تقول لي لعبت بطريقة جيدة، لعبت حلو. تمام. تمام. تعال في سؤال 11. نقط yesterday يعني ماضي. تمام، ده سؤال خد بالك. راح بعدين قال لك ركز لي في دي. قال لك ايه؟ راح قال لك الى حد ما جيد. يبقى هنا قال لك الى حد ما جيد، يعني عايز اقول له هل لعبت امبارح؟ هل لعبت امبارح؟ ايه هل لعبت امبارح دي؟ راح قال لي جيد غلط. دي غلط طبعا عشان هنا سؤال، وهنا ده مضارع فغلط. ما معيش غير دي. هنا هل هسأل بقى هقول له هل لعبت امبارح؟ ايه هل لعبت امبارح؟ لا، فانا هقول له كيف لعبت. كيف لعبت امبارح؟ فهو قال لك بطريقة جيدة. سأل هنا، هنا في إجابة. تمام. وحتى بالبديهي لما اقول لك كيف لعبت امبارح هتقول لي بطريقة جيدة. تمام. سؤال رقم 12. بيقول لك I نقط off my tablet and I went it out. تمام. يعني بيقول لك انا فصلت التابلت وخرجت. تمام. عندك هنا went، عشان كده بتوريك ماضي. هنا مضارع غلط، وهنا مضارع مستمر برضه غلط عشان هنا مفيش استمرار. فهنا ماضي بسيط مبني للمجهول، هنا ماضي بسيط مبني للمعلوم. الجملة عندك الفاعل، وعندك بعدين الماي تابلت هو المفعول. خلاص يبقى مفيش مشكلة، يبقى هاخد تيرنت ان التابلت اتفصل. تمام. ركز معايا في جملة رقم 13. بيقول لك ماي تابلت، اسأل نفسك التابلت ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، يبقى الجملة مبنية للمجهول. شكرا. يبقى هنا عندك هنا ماضي، فانا هاخد ماضي بسيط مبني للمجهول، هاخد was turned. وطبعا عشان التابلت مفرد فانا خدت معاه was. تمام. السؤال رقم 14 بيقول لك I know got tired so I went to bed. عندك went ماضي. تمام. didn't be دي غلط، غلط رسمي خلاص. وبي وسي، ازاي سي وانا سي غلط؟ يبقى دي غلط برضه. عندك wasn't was، الاتنين بيجي بعديهم صفة. تعال نترجمه. بيقولك انا تعبان لذلك رحت للنوم، يعني انا كنت تعبان. اما هنا ما ينفعش اقول ما كنتش تعبان، لا، انا كنت تعبان وبعدين رحت السرير، ذهبت للسرير، يبقى كنت تعبان، يبقى was. شكرا. تعال اللي بعديها هتفهم اكتر. بيقولك I no got tired so I worked for 3 more. ده بيقولك انا no got تعبان لذلك
اشتغلت لمدة 3 ساعات اكتر. يبقى هل انا كنت تعبان ولا مش تعبان؟ لا، هنا ما كنتش تعبان. انا ما كنتش تعبان عشان كده اشتغلت 3 ساعات اكتر. يبقى تمام، يبقى وزن. فالجملتين دول بيوضحوا بعض. تمام. السؤال رقم 16. The best student at your first school. يعني افضل طلاب في مدرستي الاولى يعني. تمام. خد بالك ان في اخر الجملة في نقطة. تمام. دي غلط غلط غلط. did you be غلط غلط. شكرا. are you عايزة فعل مضاف ل ing وبرد سؤال غلط. were you were ازاي سوري برضه عايز سؤال غلط. هي النقطة ازاي were، بس عشان انا عايز نقطة، عايز حاجة بتبدأ بنقطة. كلهم اسئلة بالاستبعاد. تمام. السؤال رقم 17 بيقول لك her lunch ماشي. عندك had she عايزة تصريف تالت لسه جايلينها، عايزة تصريف تالت يعني غلط. تمام. خد بالك ان الجملة اخرتها نقطة. تمام. she وده سؤال فدي غلط برضه. عندك she had برضه عايزة تصريف تالت بالرغم ان هي جملة صح ولكن عايزة تصريف تالت. she didn't have ماشي. did ده سؤال ده سؤال غلط. يبقى هاخد she didn't have her. تمام. عشان دي جملة وده سؤال فغلط. تمام. سؤال رقم 18 بتقول ايه؟ her lunch. خد بالك ان علامة ايه؟ استفهام. تمام. برضه هنا يبقى مش هينفع ناخده اللي اخترناه عشان دي جملة فغلط، ودي برضه جملة فغلط وعايزة تصريف تالت. ماشي. had had she ده سؤال بس قلت لك لسه قبلها عايزة تصريف تالت. في بعد النقط تصريف تالت لا. هنا يبقى انا هاخد did she have وده سؤال في الماضي البسيط عادي. تمام. سؤال رقم 19. why not millions of people go to America in the 19th century. يعني بيقولك الناس بتروح لأمريكا في القرن التسعتاشر. بدل ان وسنة في الماضي ان وفي القرن التسعتاشر ان وسنة في الماضي يبقى ماضي بسيط على طول. تمام. مضارع غلط. مضارع غلط. شوف السهولة يبقى دي بالاستبعاد. مفيش أسهل من كده. تمام. سؤال 20 وده آخر سؤال بالنسبة للأسئلة العادية. we can't go home by bus. the last bus يعني الأتوبيس الأخير 30 seconds ago قلت تيجي في الآخر وقبلها مدة ago يعني عايز أخد ماضي بسيط بس. بيقولك إن آخر قطر غادر مشى كان من 30 ثانية. يبقى لك بكل بساطة مضارع غلط. مستقبل ملوش علاقة بالماضي. تمام. عسل. دلوقتي احنا هندخلوا على أسئلة تاني جديدة. ايه هي السؤال التاني؟ اسمه special skills يعني معناه حالات خاصة. يعني ايه حالات خاصة؟ يعني أسئلة صعبة شوية، عايز تركيز يعني. تمام. تعالوا نحلوها بسم الله. he not to sit down until he has apologized. تمام. بص معايا بقاعدة بسيطة هقولها لك عشان ما صعبش عليك الأمور. بيقول لك هو ما سمحش بالجلوس حتى اعتذر. الفعل ده اسمه apologize، ده معناه يعتذر. تمام. قاعدة بسيطة هقولها لك. عندك until. تمام. يجي بعديها مضارع ماضي تام. خدتها في تالتة اعدادي القاعدة دي ان until اللي هي حتى بيجي جاب بعدها مضارع ماضي تام جاب ليها ماضي بسيط. تمام. didn't allow ده ماضي بسيط ماشي. don't غلط. wasn't allowed ماضي بسيط مبني للمجهول ماشي. was allowed برضه ماضي بسيط مبني للمجهول بس في الإثبات. تمام. تعالى بص نحكم عليها هل الجملة دي معلومة ولا مجهولة. ركز معايا. هي. تمام. هو. خد بالك بعد النقط في مفعول لا.
بدل ما فيش مفعول قاعدة ثابتة احفظها، بدل ما فيش مفعول يبقى الجملة مبنية للمجهول. تمام، مبنية للمجهول يبقى didn't دي غلط عشان دي معلوم. يبقى انا متبقي معايا حاجتين من الاتنين، يا wasn't allowed يا was allowed. ودي هعمل ايه؟ هستخدم الترجمة. تعال بص، هل هو سمح له بالجلوس حتى اعتذر؟ ازاي سمح له وهو لسه ما اعتذرش؟ يبقى المفروض هو لم يسمح، يبقى هاخد wasn't allowed. هو لم يسمح بالجلوس حتى اعتذر، يعني هو ما سمحلوش بالجلوس غير لما يعتذر. تمام، قاعدة بسيطة وسهلة. تمام، ادخل معايا برضه في رقم 22، بيقول لك هو نقط. بص هنا سؤال. تمام، بدل قال لك هو وجاب لك نقط يبقى الجملة مبنية للمجهول على طول كده. وش كده بكل بساطة، جاب لك هو وما جابلكش بعديها أي حاجة تاني يبقى الجملة مبنية للمجهول. تمام، اختار لي المبنية مجهول. did you make، لا دي معلوم غلط. was the معناها الشكوى دي مجهول، أيوة ماشي سيبها. where you تصريف يو ازاي؟ احنا جايين في السؤال اني where was او where زائد المفعول والتصريف التالت هنا زائد فاعل. غلط. يبقى متبقى معايا ايه هنا؟ where تمام. مات باي. تمام، دي صح ودي صح، بس خد معايا دايما في الجملة المبنية للمجهول بتنتهي بوز او وير زائد المفعول زائد التصريف التالت وبعدين باي وضمير ضمير فاعل او ضمير مفعول. دي صح بس ناقصة باي، مش مكتملة. ولكن انا هاخد المكتملة اللي هي دي الوحيدة اللي مكتمل، اللي هي was the complaint اللي هي الشكوى. باي ده شفت باي يبقى جملة مبنية للمجهول. تمام، السؤال اللي بعده. My grandfather always got to work when he was young، يعني لما كنت صغير. طبعا عندك always عادي، عندك when he was young دي ماضي فانت هتاخد ماضي بسيط، وظروف التكرار بتيجي ماضي مضارع عادي، فانا هاخد ماضي بسيط عن عادة متكررة كانت بتحدث. تمام، السؤال اللي بعده بيقول he got used to in an office. تمام، بص ببساطة انا قلت لك لما تلاقي ثلاث افعال go got become grow يجي بعدهم used to يبقى الفيرب مضاف له ing على طول، يبقى هاخد working. تمام، سؤال 25. before ing قبل ما انضم للجامعة زي university I not living away from my family، يعني ما كنتش بعيش بعيد عن أسرتي. تمام، بص بعد النقط عندك فعل مضاف له ing. used to بيجي بعدها المصدر، غلط. تمام، didn't used to بيجي برضه بعدها المصدر، غلط. use ده ناقصة to، غلط. يبقى wasn't used to، وانا قلت لك ان wasn't used to بيجي بعدها ing زي رقم 24 اللي هي بتساويها got used to و ing. ركز معايا في سؤال 26 ده. بيقول ايه؟ بيقول I got a car which cost me only 100 pounds، يعني بيقول لك انا عربية اتعرضت عليها. تمام، عايز اعرف هنا الماضي. عندك cost نفس فكرة read وبات وكات، عشان مش محطوط له اس فانت هنا ماضي. تمام، فهنا ماضي فانا عايز اخد الماضي اللي زي مضارع، غلط. ماضي مستمر برضه غلط، لسه هناخده. عندك ماضي بسيط بس معلوم، ماضي بسيط مجهول. ركز معايا في دي بالذات. هنا بيقول لك انا عرضت سيارة كلفتني 100,000. انا اتعرض عليا سيارة، اتعرض، بالرغم ان هنا في فاعل وفي المفعول الكار، بس تعالى في الترجمة هنا بيقولك اتعرض. هل انا عرضت سيارة الذي كلفتني؟ ازاي ضمير مي كلفني وانا اللي عرضت؟ لو الضمير مختلف كنت قلت. تمام، يبقى هنا اتعرض عليا، يبقى هاخد was office بمعنى او الفعل ده بمعنى يعرض. تمام. تمام، ننتقل على اللي بعده. the door and we went. تمام، the door، اسأل نفسك سؤال.
عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. يبقى الجملة مبنية للمجهول. تمام. اي واحدة مجهول هتقول وهنا في وين، يعني ماضي بسيط. ماضي بسيط مبني للمجهول. تمام. يبقى was دي. خد برضه معايا، وهاخد برضه open. ليه؟ يبقى هتبقى B A and B. ليه؟ بص، يعني دي صح ودي صح. ازاي؟ لان هو هنا بيقولك الباب فتح، خلاص مبني للمجهول، فانا خدت was واتصلت التالت، مفيهاش اي مشاكل. تمام. واقدر اقول ان الباب اتفتح واحنا دخلنا، الباب اتفتح واحنا دخلنا. تمام. تمام. سؤال 28 بيقول لك ايه؟ I knocked the door and we went in. عندك وين، ماضي بسيط. تمام. الجملة فيها فاعل وعندك المفعول، يبقى خلاص ماضي بسيط مبني للمعلوم، يبقى open بكل بساطة، مفيهاش أسهل من كده. تمام. at the age of 5، يعني في عمر الخامسة، يعني لما كان عندي 5 سنين. التعبير ده يا ريت يتحفظ، بيعبر عن الماضي. I know how to swim، يعني أنا عايز أقول في البتاع بتعلم ماضي. خلاص هنا مضارع غلط، مضارع غلط. معاك ماضي مبني للمجهول ومعاك ماضي مبني للمعلوم. هنا جملة واضحة، عندك فاعل وفاعل ومفعول، مفيش أي حاجة. يبقى هاخد learn. تمام. يبقى هنا هقول في سن الخامسة أنا تعلمت سباحة، مش أنا علمت سباحة. إزاي؟ أنا عندي 5 سنين، هل أنا علمت؟ لما كان عندي 5 سنين هل أنا علمت حد؟ لا، أنا اللي تعلمت. يبقى هاخد learn. أوكي. سؤال رقم 30. as a boy، يعني as a boy يعني بيقول لك لما كنت يعني ولد. مستر محمد نقط for his good behavior. ماشي. الفعل اللي موجود في الاختيارات ده، الفعل ده بمعنى يمدح. الفعل ده بمعنى يمدح، اسمه بريز. بريز بمعنى يمدح. طبعا ركز معايا ان هنا مستر محمد. تمام. بص معايا بعد النقط، هل في مفعول؟ عايز اقول المستر محمد مدح. مدح ايه؟ مفيش مفعول، مفيش مفعول، مفيش مفعول خالص. عايز اقول مدح كذا، يعني حسب اللي مدحه. بدل مفيش مفعول يبقى الجملة مبنية للمجهول. بدل مفيش مفعول يبقى الجملة مبنية للمجهول. انا عايز اخد ماضي بسيط مبني للمجهول. تمام. used to دي معلوم، برضه معلوم. ده ماضي مستمر لسه ما خدناهوش، يبقى انا هاخد used to be brave. يعني لما كنت وقت مستر محمد مدح لسلوكه الجيد. تمام. بدل ما فيش مفعول سجلها في كراستك، بدل ما فيش مفعول يبقى جملة مبنية للمجهول. تمام. سؤال 31. he used to be calm، يعني هو كان هادئ but now، لكن الآن he not. بص، عشان تحل السؤال ده ببساطة، عندك جملة but now دي جملة اسمها جملة تعقيب، اللي هي بتتكلم عن المضارع دلوقتي. بص بعد الفيرب، بعد used to، وشوف الفاعل. لو اي فعل غير verb to be، خد يا didn't، خد سوري، يا does يا doesn't يا don't، يا don't يا doesn't، يا don't يا doesn't، لو اي فعل بعد used to غير be. تمام. تمام. اما لو بعده verb to be زي كده، هاخد يا am يا is يا are، يا am يا is يا are. تمام. تمام. يبقى هنا انا عندك ايه؟ يبقى طبعا انا هاخد ايه؟ يا am not يا isn't يا aren't، يا am not يا isn't يا aren't. تمام. انا جيت هنا بي، يبقى هاخد isn't، عشان هنا هي بتاخد isn't. تمام. 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 السؤال رقم 32. ركز معايا في السؤال رقم 32 ده، عشان فيه فكرة صعبة شوية. بيقول لك she knows the money she needed، يعني هي ايه الفلوس اللي هي محتاجاها. تمام. بص معايا هنا، السؤال ده فيه فكرة صعبة شوية. هو بيقول لك هي نقط عندك هنا ماضي، عندك needed
ده ماضي بسيط خلاص. ده ماضي بسيط مبني للمجهول، ماضي بسيط مبني للمعلوم، ماضي بسيط مبني للمعلوم، مضارع غلط. تمام. هنا نفي وهنا نفي. عايز اقول هي عطت لها الفلوس اللي هي احتاجتها ولا هي لم تعطيها الفلوس اللي هي احتاجتها. بص، عندك هنا شي، بدل هنا شي وعندك هنا شي، يبقى هي شخص واحد. هي وهي، شي وشي، ات، بدل لقيت هنا هي وهنا شي هنا هي شي وهنا شي، يبقى هنا فاعل واحد. تمام. تمام كده فاعل واحد. يبقى كده انا مش هتبقى الجمله مبنيه على المعلومه. انا هنا عايز اقول ان هي لم تعطينا، هي لم تعطي الفلوس اللي هي كانت محتاجاها. فهنا الجمله هتبقى مبنيه للمجهول wasn't gone، عشان wasn't gone بيجي بعدها التصريف التالي. تمام. ودي معلوم ودي معلوم. ممكن تحلها بسؤال دي معلوم ودي معلوم بالاستبعاد يعني، بس انا حبيت برضه اشرحها لك عشان فكره تقيله شويه. تمام. يبقى wasn't هي نفس الشخص، فهي لم تعطي، هي لم تعطينا الفلوس اللي هي محتاجة. تمام. السؤال اللي بعده، هنا اختصار احنا لسه جايبينها. I'd rather فاعل. بص I'd rather we، ده اختصار would، ده اختصار would لسه جايلينه. تمام. اختصار would. يبقى I'd rather قاعدة ثابتة بتقول لك ان بعد ما تلاقي I'd rather او I wish او I wish او it's time، يجي بقى اللي جيت بعدهم فاعل، يجي بعدهم ماضي بسيط على طول كده مباشرة. تمام. يبقى هنا I'd rather فاعل، هاخد ماضي بسيط. اي واحدة فيهم ماضي بسيط؟ طبعا هتبقى didn't go. مضارع، هنا نفي مضارع برضه مضارع. يبقى انت عندك رقم didn't go. اخر سؤال في السؤال بتاع الحالات الخاصة بيقول ايه؟ people used to be helpful but now they don't. بص معايا، نفس الفكرة متكررة تاني. عندك قلت لك used to، تمام، وعندك بعدين تمام عندك used to، قلت لك ولما تلاقي فيه but now. تمام. شوف الفعل اللي بعد used to، هنا verb to be خلاص، يبقى يا am not يا isn't يا aren't. تمام. عندك زي بتاخد ايه؟ aren't. شكرا بكل بساطة. تمام. تمام. في سؤال ثالث وهو اسمه check your understanding، وهنا يقصد بيه ان سؤال الفهم معتمد على الفهم. السؤال ده معتمد قائم على الفهم. تعالى بطريقة سهلة هنحله مع بعض. بيقول السؤال ده he doesn't smoke anymore. this mean يعني هذا المعنى in what. بص عندك احنا قلنا ان anymore و no longer بيجوا في اخر الجملة وبيجي قبليهم يا don't يا doesn't والمصدر don't او don't اللي هو مضارع بسيط منفي. تمام. دي نفس دي بتساوي جملة used to، بتساوي جملة used to. يبقى بتساوي جملة ايه؟ used to عشان جه بعدها المصدر. تمام. تمام. يبقى جملة any longer او no longer، دي any longer او any more يجي قبلهم مضارع بسيط منفي، قبلهم مضارع بسيط منفي، فدي بتساوي جملة used to. تمام. which the following is correct in بيقول لك اي واحدة فيهم صحيحة نحويا، يعني القاعدة بتاعتها صحيح. اول واحدة بيقول لك I used to studying، احنا بعد used to بيجي المصدر، يبقى ing دي غلط، ing دي غلط. تمام. تمام. عندك I got used to study، احنا قلنا بعدين بعد got to ده ing يعني غلط مش مصدر. تمام. I was قلنا بعد was used to او where يجي ing مش مصدر، يبقى هي مفيش غيرها الصحيحة الأخيرة. تعال نقروها. I become used to قلنا become من ضمن أفعال
اللي هو got و become و grow يجي used to وبعدين ing. السؤال رقم 37 بيقولك ايه؟ بيقولك I don't have enough time for hobbies I wish I knew. بص، بيقولك انا ما عنديش وقت للهوايات ولكن انا اتمنى ان يكون عندي هوايات. تمام. بص، عندك I wish وفاعل، وانا قلت لك بقاعدة ثابتة وبسيطة ان I wish يجي بعدها فاعل، وغالبا الفعل الاول هو الفعل التاني، غالبا بيجي بعدها ماضي بسيط. خلاص. مضارع غلط، ماضي تام غلط، ماضي، انا عايز ماضي بسيط. هتقول لي صح يا مستر ما ده ماضي بسيط، بس ممكن انا عايز اقول لك انا ما عنديش وقت للهوايات، بس انا اتمنى ان يكون عندي هوايات، اتمنى. فهنا برضي مش نافي، هنا ما عندوش بس هنا بتمنى. تمام. السؤال التاني بيقولك I didn't have enough money. ماشي، يعني لما كنت صغير ما كانش عندي وقت. I wish I wish I knew enough. ماشي. enough time for hobbies when I was young. ركز معايا في الجملة دي بالذات. هنا قال لك when I was young يعني لما كنت طفل. تمام. بص، قاعدة اكتبها، يا ريت تكتبها. ان بتقول ايه؟ بتقول لك ان I wish. تمام. I wish و I'd rather و it's time لو جت كلمة بتدل على الماضي، لو جت كلمة بتدل على الماضي في جملتها بتدل على الماضي، خد ماضي تام. خد ماضي تام، يعني الجملة اللي فوق هنا كانت فاعل، ايترازر فاعل ماضي بسيط، مفيش جملة بتدل على الماضي، مفيش كلمة بتدل على الماضي. اما في الجملة دي انت هنا عطاك كلمة بتدل اللي هي لما كنت طفل او انا كنت طفل، يبقى انا هاخد ماضي تام اللي هي هاد. اللي هي هاد. ركز معايا في دي بالذات. تمام. هاد. سؤال رقم 39. she wishes she were to. what does this mean؟ يعني عايز نفس المعنى بتاع الجملة دي. بص، هو wish دي دايما بتعبر عن شيء عكس الحاضر، يعني هي بتقول لك هي تتمنى ان تكون طويلة، هي بتتمنى. فدايما بدل هي بتتمنى يبقى هي حاجة في عكس المضارع، عكس الحاضر، يعني عكس المضارع. هنا انا بتمنى ان اكون طويل، ولكن هنا انا كده مش طويل. تمام. بس مش طويل هاخدها في المضارع. هنا هي طويلة غلط، هي مش طويلة. ايوه، ما هي مش طويلة. لا، ما انا عايزها في المضارع. هي مش طويلة، ماشي، هي طويلة دي غلط. انا عندك هي مش طويلة وهي مش مطولة، ايه اللي هيخليني اخد رقم سي؟ عشان انا قلت لك هي عكس الحاضر، يعني في المضارع، مش هينفع اخدها في الماضي. وش دي بت... عن افتراض، في حدث ان بفترضه في الماضي. يعني انا كنت اتمنى ابقى طويل، ولكن في الحقيقة انا مش طويل، دايما هاخدها مضارع. تمام. سؤال 40 وده السؤال اللي يعتبر الاخير. بيقول لك I'd rather you didn't use my mobile. This means معناها ايه؟ بص، I'd rather نفس الفكرة، وهنا جاب لك ان بيقول لك من المفضل انك ما تستخدمش موبايل. برضي نفس فكرة دي بتعبر عن حاجة في المضارع، نفس فكرة وش. تمام. يبقى انا عايز حاجة في المضارع. هنا wanted ماضي، شكرا. didn't برضه ماضي، شكرا. عندك want مضارع، وعندك don't. قلت لك دايما بيبقى نفي، يعني في اللي فوق انا كنت طويل، هي طويلة ولكن هي مش طويلة بس في المضارع، افتراض في المضارع، في النفي يبقى انا هاخد don't want you to use، يعني انت ما تستخدمش موبايلك. تمام. ما تستخدمش موبايلك دي معناها بدل لقيتها في الماضي خدها في المضارع بس منفية.
خدها في المضارع بس منفية. تمام، دي مع وش واي ترازا. تمام. عندنا سؤال جديد متطبق بتاع القواعد الجديد. السؤال ده جديد ومهم وحلو وبيسهل لك القاعدة، يعني بيعرفها لك هي بتتكلم عن ايه. تعالى نحله مع بعض. He was in the habit of smoking when he was young. لما كنت صغير. تمام. هنا عايز الكلمة دي اللي هي habitually دي معناها عادة، والكلمة دي بتساوي usually بمعنى عادة، يعني دي ظرف تكرار. من الآخر ظرف تكرار بتساوي usually. تمام. أنا كل الفكرة عايز أعمل إيه؟ إني هنا بيقولك ماضي، خلاص تمام عسل. يبقى أنا هكتب نفس الجملة هي، بس ركز معايا. هو الفعل الرئيسي was ولا smoke؟ أنا عايز أقول هو كان عادة بيعمل ايه؟ بيدخن لما كنت صغير. يعني عادة كنت بدخن انا وصغير وبعدين خلصت العادة دي. تمام. يبقى هنا الفعل الرئيسي smoking. تمام. يبقى هقول هي وعايز دي هابتلي هابتلي. تمام. وبعد ظروف التكرار احنا عارفينها ان بعد ظروف التكرار بيجي الفعل في التصريف التاني. يبقى smoked. وكمل باقي جملة تكوين he was young. بكل بساطة ايه اللي عملناه؟ اني اعطيك جملة الفعل الرئيسي احنا عرفناه اني smoke اني ما بيدخنش، فانا حطيت نفس الجملة وهابتلي ده ظرف تكرار بس، وظرف التكرار في الماضي بيجي بعديه ماضي بسيط، مفيش اسهل من كده. تمام. الجملة اللي بعديها بتقول ايه؟ بتقول how نقط how long ago did you start playing squash. تمام. how long ago دي بتعبر عن الماضي. ايوه دي صيغه بتعبر عن الماضي وبعدين بيجي بعدها ماضي بسيط مفيهوش اي مشاكل. تمام. هو قال لك حط لي وين. بص، مكان how long ago بتساويها، ودي مشروحه في الدرس، بتساويها نفس الجمله او نفس التركيبه اللي هي when did you start وكمل بلاينج سكواش. يبقى نفس الفكرة، ركز معايا، نفس الفكرة ان هوا لونج اجو بتساويها when، والاتنين بيجي بعدهم ماضي بسيط في حالة السؤال اللي هو did فاعل مصدر. تمام. تمام. ده في حالتهم. تمام. السؤال رقم 3. I always studied hard when I was a student. يعني لما كنت صغير. ده ماضي. هنا عايز نحط used to. تمام، مش اي مشاكل. هنا نفس تحسها زي الفكرة الاولانية. الفكرة الاولانية كان هو جايبها عادة وانا حطيت له هابتلي وبعدها التصريف التاني. تعال بص، هنا هقول I، هنا عندك التصريف التاني always وجي بعدها التصريف التاني. مش دي عادة في الماضي متكرر، انا عايزة بس used to بس. يبقى I used to. هي ما عملتش اي حاجة. تمام. وبعد used to بيجي الفعل في المصدر بس، وكمل hard when I was a student. نفس الفكرة هنا عادة في الماضي بس هو هنا انا جايبها ب always بظرف تكرار. انا هنا حطيتها ب used to بس، و used to بيجي بعدها المصدر، اما ظروف التكرار بيجي بعدها الماضي البسيط بس. طريقة بسيطة. تمام. السؤال رقم 4 بيقول I first met Mr. أشرف in 2010 in 2014 2040. ماشي 40. تمام. عندك أجو، أنا قلت لك أجو بتيجي في آخر الجملة وقبليها فترة زمنية أو مدة. تمام. يبقى هكتب نفس الجملة، هقول I first met Mr. أشرف بس عندي in 44 هحذفها مش هخليها، يعني هحط سنة مثلا، هقول مثلا 10 years ago بس. هقول انا قابلت مستر اشرف في 10 سنين، منذ 10 سنين بس. حطيت ago وقبليها مدة بكل بساطة.
تمام، حطيت دي وقبليها أجو بكل بساطة. تمام. السؤال رقم 5 بيقول ايه؟ السؤال رقم 5 بيقولك I have a friend who was in the habit but now ماشي. يعني أنا عندي صديق الذي عادته كان بيدخن ولكن الآن توقف، ولكن ما توقفش تدخين، سوري، لكن الآن لم يتوقف. تمام. بص معايا، نفس الفكرة بتاعت رقم 1. انت عندك الفعل الرئيسي ده، وعشان بطريقة سهلة دايما لما تلاقي was أو were أو did أو does ودول دي أفعال مساعدة، دي ما بتبقاش أفعال رئيسية. فالفعل الرئيسي اللي بيبقى في الجملة التانية أو اللي بعد يعني اللي بعديها، تمام، ده الفعل الرئيسي. يبقى لو عايز أنا أقول هقول إيه؟ هو عايز نحط إيه؟ عايز نحط use. تمام. بطريقة سهلة هنقوله I have a friend who، أنا عندي صديق الذي إيه، ومكان دي كلها حط used to، وبعد used to smoke. بطريقة سهلة وبسيطة، بس مفيش أسهل من كده. بس يبقى أنت عادة في الماضي مفيش أي مشاكل. عندك عرفنا إن الفعل الرئيسي ده، إن ده بيبقى أفعال مساعدة ملهاش عايز، مش هو ده اللي عايزين، ده الفعل الرئيسي. تمام. I used. تمام. يكتب I have a friend who، بس ده الفعل الرئيسي. خلاص يبقى أنا عايزها ب used to عشان عادة في الماضي، لأن used to وبعدين أي فعل لما قلتها لك أخدت doesn't، عشان هنا الفعل سموك يدخن غير verb to be. تمام. لسه حلينها. تمام. تعال ننتقل على اللي بعده، رقم كام؟ 6. بيقولك I never saw، ماشي، أنا رأيت my great grandfather، يعني جدة العصر. هو عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ بكل بساطة انت مش عندك never never بيجي بعدها التصريف التاني في حالة النفي؟ ايوه. بس هحوش never والتصريف التاني هحط مكانها didn't. ما انا عايز انفي هقول didn't، ودidn't دي بيجي بعدها المصدر سي. بس بكل بساطة ان never و didn't الاتنين بيجوا في النفي. تمام. هو انا هحوش didn't، هحوش never وهجيب مكانها didn't، والسي عشان didn't دي بيجي بعدها المصدر هنا never بيجي بالتصريف التاني. تمام. رقم 7 بيقولك I was never late for my first school. ماشي، يعني بيقولك انا ما تأخرتش عن المدرسة. تمام. ركز معايا في الجملة رقم 7 دي. هو عايز ايه مني؟ عايز احط له برضه دي. تمام. نفس الفكرة. هروح اعمل ايه؟ بص معايا، يبقى هقول I didn't. بس ركز معايا، في مشكلة هنا هتقابلنا. ايه المشكلة؟ ان انت كان عندك الفعل السي سو خليته سي، ماشي، مفيش مشاكل. اما هنا انت عندك الفعل هنا الرئيسي was، انت ما عندكش افعال تاني. تمام. هنا الفعل الرئيسي. تمام. هنا مش هينفع اقول didn't be، لان احنا دي جايبينها دي غلط، غلط رسمي، مفيش. فهضطر اجيب فاعل يمشي مع الجملة، يمشي مع الجملة. يعني اقول بابسط حاجة I didn't go، انا لم اذهب الى المدرسة متأخر، بس، وكمل باقي جملتك عادي. بس يبقى بيدي غلط، بيدي غلط، يبقى هقول I didn't go بس. تمام. I didn't go never، يعني انا لم سوري، وهنحذف never عشان never دي نفي، انا كده هحذفها وحطيت مكانها didn't نفي، وطبعا هحط جوه عشان مش هينفع اقول didn't دي. تمام. سؤال رقم 8. my mother my mother didn't travel abroad at all، يعني بيقول لك امي لم تسافر بالخارج على الاطلاق. عايز نفر، نفس الفكرة، مش عندك didn't والمصدر، حط لي يا عم نيفر. ونيفر مش عايز التصريف التاني، يبقى ترافل زود 2 ال. تمام. عشان قاعدة بتقول لك ان لو جاب لها حرف متحرك زود 2 ال. تمام. يبقى نيفر، يبقى هقول my mother never traveled abroad. تمام. اني عشان حشتها وهنا بتساوي التصريف التاني، طريقة سهلة. تمام. السؤال رقم
9 بيقول ايه؟ بيقول لك my uncle used to smoke. يعني عم عايز ايه؟ no longer. نفس الفكرة اللي حليناها. وهنا عايز ايه المعلم؟ اني هقول بطريقة بسيطة، ايه؟ هقول my uncle، تمام، هحوش used to بس. ما هو مش عايز no longer احطها له، بس هحوش used to وخليها no longer، لان انا لسه قايل لك ان جملة used to هي بتساوي جملة no longer بس الفرق الوحيد ان no longer بيجي بعدها مضارع بسيط. يعني التصريف، يعني هقول smokes، تمام، هقول smokes يعني مش هقول smoke. تمام. بس ده كل الاختلاف. يبقى معي uncle no longer، تمام، حطيت ماضي بسيط مكان used to حشته، حطيت له no longer هو الماضي البسيط، المضارع البسيط، سوري. تمام. تعالى ندخل على رقم 10. My life start engineering from من 2099 ل 2004. ده سؤال رقم 10. تمام. بص هنا انت عايز فور. احنا قلنا فور بيجي قبليه بعدها مدة، ولما تلاقي فور وبعدها مدة باخد ماضي بسيط. تمام. انت عندك ستايل. تمام. ده ماضي بسيط. هحوش مكان فور. مش دي كلمة رئيسية؟ مش فروم سنتين في الماضي باخد ماضي بسيط؟ ايوه، ما هنا فور برضه مكانها. بس يبقى هقول my life started engineering، هي درست الهندسة بس بطريقة بسيطة. حط for وأي سنة أنت عايزها، مثلا 6. ممكن تطرح، شوف هو عطيك سنتين، تطرح شوف 2004 من 2999، شوفهم هيطلعوا كام سنة، تقريبا 6 سنين أو 7. ماشي، يبقى for 6 years. بس يبقى بحوش كلمة وبحط. في سؤال تالتة إعداد اللي كان عندكم كان بيحط لك تحتها خط وانت تبدلها، اما لا هنا ما بيحطش خطوط. تمام. وده السؤال الجديد. تمام. يبقى هنا مكان from دي كلمة بتدل على الماضي، انا حطيت كلمة دي بتدل على الماضي. ويبقى for ومدة، for بعديها مدة وقبليها ماضي ومعاها ماضي بسيط. تمام. عسل. تعال ننتقل على السؤال اللي بعده رقم 11. عمر doesn't doesn't watch football matches anymore. عايز ايه؟ احط له يوز. تمام. خد بالك من anymore دي. قلنا anymore و anymore بيجوا في اخر الجملة وقبليهم مضارع بسيط منفي اللي هو doesn't. ده هو عايزني احط له مكانها يوز. بس بكل بساطة هقول ايه؟ بكل بساطة نفس الجملة هقول ايه؟ هقول عمر، هحوش دي وحط used to، لان انا قلت لك بتساويها. قلت لك الجملة بتاعت anymore و any longer بيجوا في الاخر وقبلهم مضارع بسيط، دي بتساوي نفس جملة used to. يبقى عمر used to، تمام، عمر used to watch، بس بيشاهد. وبعدين كمل فوتبول، خلاص كمل فوتبول ماتشز انيمور. بس لا سوري مش هتكمل فوتبول ماتشز بس. تمام، عشان انيمور مش تنفع. تمام. يبقى خلاص مكان مكان doesn't play حطيت used to بس عشان نفس الجملة تدي بنفس المعنى. تمام. تعالى ندخل في الرقم اللي بعده. بتقول ايه؟ رقم 12. رودينا no longer goes to berry school. يعني بيقول لك هنا في المدرسة الابتدائية، فأنا عايز أوضح لك إن في ماضي برضه عايز يوز نفس الفكرة بتاعت الجملة الأولى، مش الجملة اللي قبليها. يعني هنا عندك no longer، صح. نفس فكرة جملة 9 رقم 9. هنا كان جايب لك used to وانا حطيتها من نورونجر، حشت يوتيوب حطيت نورونجر بس حطيت سموكس بس. هنا برضه رقم 12 هي حش نورونجر وحط يوست تو. يبقى رودينا يوست تو جو
وكمل to school برضه. بس في نفس الفكرة no longer بتساوي used to، نفس الفكرة بطريقة سهلة، ولا ترجمة ولا بتاع، بطريقة سهلة من خلال مذاكرتك للقواعد وحفظها. تمام. سؤال 13. So how was the in the habit of getting up. ماشي up late. تمام. هنا نفس الفكرة بتاعت رقم واحد في الأسئلة، نفس الفكرة دي. بص معايا، انت عندك قلت لك بص على الفعل الرئيسي اللي هو ده التاني ما بيبقاش was ولا were. قلت لك لما يبقى لوحده يبقى فعل رئيسي، اما لما يبقى كده معاه فعل تاني يبقى هو ده مش فعل رئيسي، يبقى ده الفعل الرئيسي. تمام. كده انا عايز اعمل ايه؟ عايز used to، صح؟ عايز use هو. تمام. يبقى بطريقة سهلة سهى، يبقى هنقوله سهى used to، وهذا المصدر من ده get، بس وكمل get up late. تمام. يبقى كل الفكرة تاني. يبقى أنا شفت الفعل ودي متكررة زي الجملة رقم واحد، عندك getting، خلاص حطيت مكانها used to عايزة الفعل في المصدر بس. تمام. اللي بعده سؤال رقم 14 بيقول لك ايه؟ were you home from school when the. هنا الكلمة دي يقصد بها water. تمام. مش eater. ينسبوك عندك هنا broke يعني فعل اتكسر يعني ماضي. تمام. هو هنا عايزني في بين الأقواس عايز did. تمام. يعني سؤال. تمام. تعالى هنقوله did. ركز معايا، عندك were you، خلاص يبقى هقول did، هحوش were you وهحط did you. تمام. بس خد بالك انا did ويو عايزة فعل في المصدر، هات من where المصدر be. اوبا، وانا قلت غلط، مفيش صيغة اسمها did you be، فهضطر اجيب فعل بنفس المعنى في الجملة. تمام. هاتلي بنفس المعنى في بدل بنفس المعنى يبقى هتقول لي did you، وبتيجي معاها دايما get home بس. يبقى هل انت وصلت المنزل، من المدرسة للبيت لما اتكسرت يعني بتاع حنفية المية. تمام. يبقى هنا مش تنفع، فانا هاخد مكانها get. وينفع arrive did you arrive، سواء get او arrive ماشي، بس انا قلت لك get عشان في تعبير بيقول get home بمعنى يصل للمنزل. تمام. يبدو ان السؤال ده جديد فهتبقوا هتحسوا بصعوبة في الاول، ولكن مع الحل الكتير هيبقى باذن الله السؤال ده بالنسبة لكم سهل، وانا بحاول اشرحه بقدر المستطاع باسهل طريقة. تمام. اخر سؤالين معانا، عندك when did you start playing the guitar. عايز how long، نفس فكرة السؤال التاني في اول سؤال كان جايبها بهاو لونج اجو. هو كان جايبها بهاو لونج اجو، وبعدين كان جايب did you start to play squash. هنا رحت انا قلت لك ان الجملة دي بتاعت هاو لونج اجو بوين، بس هنا هحوش وين وهحط هاو لونج اجو وديد يو بلاي. يبقى هحوش وين سوري، وهقول هاو how long ago did you start playing the guitar. تمام. آخر سؤال معانا النهاردة في كتاب المعاصر بيقول ايه؟ بيقول when I was young، لما كنت صغير I swam in the sea، يعني أنا سبحت في البحر. تمام. هو عايز يوصف الاختيارات. تمام. هنا بتدل على الماضي. تمام. عايز يوصف بس طريقة سهلة.
دي أنا عادة متكررة في الماضي، لما كنت صغير كنت بسبح خلاص. يبقى هقول I used to، وبعد used to عايز أجيب من الفعل ده المصدر swim بمعنى يسبح. يبقى هنقول I used to swim in the sea. in the sea. تمام. تمام. يا ريت تكونوا استفدتوا مننا واستمتعتوا معنا في حل الماضي البسيط، وإن شاء الله يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وعشان يخلينا نستمر في نشر المزيد بإذن الله، ونشرح لكم بأفضل الطرق بإذن الله لتسهيل المادة عليكم بإذن الله. وإن شاء الله تكون دفعة سعيدة ومملوءة بالخير والبركات. أشوفكم الفيديو التاني بإذن الله القادم في الماضي المستمر، هنحله مع بعض بتفاصيله وبدنيته. أشوفكم في الفيديو التاني على خير. سلام.